حطي ال2 جنيه جوه الفريزر قبل شهر رمضان، وانت هتستريحي جدا طول الشهر. هتروحي كده عند تلاجتك وهتفتحي الفريزر وهتجيبي كده 2 جنيه فضيه وتحطيهم جوه الفريزر. بس الحقيقه اعمليها قبل شهر رمضان، وهقول لك ليه. بجد فكره هتريحك جدا طول الشهر. كل اللي انت محتاجاه كده شويه فضيه او 2 جنيه اقل حاجه. وتعالي اقول لك احنا هنعمل بيهم ايه. الفيديو ده مليان افكار كتيره قوي، باذن الله تخرجي مستفيده حتى لو بفكره واحده. بس ما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات، وخلينا كده كلنا نكسب حسنات. وتعالي نبدا مع بعض باول فكره موجوده. اول فكره معايا اقول لك على طريقه بقى عبقريه تقدري ان انت تعطري بيها الملابس اطول وقت ممكن، وبالذات ملابس بتاع جوزك. هتعملي ايه وانت بتكويها؟ تعالي بقى يا ست الكل كده، هاتي المكوه بتاعت البخار وهتحطي فيها كده حوالي ربع كوبايه صغيره جدا من الميه في التانك بتاعها زي ما انت شايفه، ميه عاديه جدا. خلاص. وبعد كده هتحطي عليها ايه؟ هتحطي تجيبي كالونيا او هتجيبي اي حاجه بتدي ريحه حلوه، او ممكن تجيبي عطر وتحطيه برده، بس اهم حاجه يكون نوعه نظيف علشان ما يسيبلكيش بقع على القمصان ولا على الهدوم البيضاء، يعني يكون نوع كويس. تمام. وهترشي كده على الميه اللي احنا حطيناها جوه المكوى، واكوي بقى الهدوم بتاعتك وبتاع جوزك. عايزه اقول لك ريحتها هتبقى حلوه جدا وهتقعد معاكي فتره طويله قوي. هتبقى الريحه مستمره في الهدوم، كل اللي يشمها هيبقى ريحتها حلوه جدا. ليه؟ لان البخار اللي طالع من المكوى طالع بالريحه الحلوه اللي احنا حطيناها جواها. تعالي نشوف تاني فكره. تاني فكره بقى هتعمليها دايما وانتي بتحمري اي حاجه او بتقلي بطاطس. بتجيبي كده بخاخه وترشي بقى كده عليها شويه ميه، وهتجيبي مناديل مطبخ وتبتدي ان انت تحطيها كده، وبعد كده هترشي عليها برده شويه ميه بالبخاخه قصاد العين اللي انت بتقلي وتحمري عليها. لو انت لسه غاسله الازاز وخايفه الدنيا تتبهدل معاكي زيت، هتبتدي ان انت تحطي كده لحد ما تخلصي اي نقط زيت او اي طرطشه او اي حاجه، بدل ما تيجي على الازاز هتيجي على المنديل. ممكن تستخدمي ورق فويل اللي يريحك. انا بعمل ساعات الاتنين. المنديل بتبقى حلوه جدا. ليه؟ لان احنا بعد ما بنخلص خالص بننضف بيه الازاز وبنمسحه. تمام. فبعمل ايه بقى؟ ببله كده بالميه، اي طرطشه زيت بقى وانا بقلي وانا بحمر بدل ما تيجي عليه بتيجي على المنديل. طبعا ما تقلقيش، لان المنديل مبلول الميه يعني استحاله النار هتمسك فيه، هو بعيد اصلا عن النار. انا بوريك ان هو بعيد، فمالوش علاقه خالص بالنار. هو كل الحكايه ان هو بيحمي لي الجزء ده من طرطشه الزيت لو جت عليه. تمام. بعد ما بخلص خالص بقى، خلاص انا مثلا خلصت اهو البطاطس، بعمل ايه؟ بطفي النار وبجيب بقى كده المنديل بتاعي ده واجي ايه ملمعه او منضفه الحته اللي كانت عليه زي ما انت شايفه كده. بتخلي لي بقى الحركه دي الازاز بتاعي دايما نظيف، لا عليه زيوت ولا عليه طرطشه ولا عليه اي حاجه. وبعد كده ترميه في الزباله. تالت فكره معايا علب اللبن. علب اللبن دي استفيدي بيها بدل ما ترميها. انت ممكن تعملي منها حاجات كتيره جدا. اول حاجه ممكن تعملي منها منظم تحطيه كده عندك في الادراج، بس بتبقى عايزه مثلا كذا علبه. هتقصيها كده من فوق، هتقصي بس الوش بتاعها من فوق، وهتروحي تغسليها كويس وتنشفيها، وهتحوشي بقى كده علبه او اتنين وتحطيهم جوه الدرج. تقسمي مثلا بيها المعالق، القطاعات، الفرش، اي حاجه هتنظم لك الدرج وحلوه جدا زي ما انت شايفه. تعالي نشوف الفكره رقم 4. الفكره دي اعمليها دايما لاي صابونه لسه هتفتحيها جديد. يعني انا مثلا لسه فاتحه صابونه اهي، بعمل ايه؟ بجيب اي ورقه فويل، مش لازم تكون جديده، اي ورقه فويل عندك كده، وهتبتدي ان انت تاخدي منها قطعه وتحطيها كده برشه ميه واحده بس على الصابونه من تحت. يعني هتجيب كده الصابونه اللي لسه فاتحاها وبرشه ميه، وهتثبتي بقى ورقه الفويل على الصابونه بالشكل ده. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عايزه اقول لك بتخلي الصابونه ما بتسيبش اي اثر على الصابونه، وكمان بيقلل ان الصابونه تخلص بسرعه. يعني الصابونه دي بتقعد معاكي فتره طويله جدا لحد ما تدوب. ليه؟ لان هي بتبقى معزوله عن الميه وبتبقى دايما ناشفه كده، ما تبقاش طريه، لان انت ساعات بتحطي الصابونه على الصبانه بتسيب لك اثر وتبقى عامله معاكي زي العجينه كده بالظبط، فالصابونه بتبوظ. تعالي بقى الفكره دي هتخلي لك الصابونه لحد اخر قطعه ناشفه وتقعد معاكي مده طويله. نيجي بقى الفكرة اللي بعد كده رقم 5. احسن طريقة تشيلي بيها اي قلم رصاص هي الكرة بتاعت التنس بتاعت الاولاد. دي طلعت يا جماعة كده اختراع بتشيلك اي قلم رصاص حتى لو كان قديم عندك من على الحيطة. طب هتعملي ايه؟ بتبليها كده شوية مية الاول، وتيجي كده عند القلم الرصاص وتبتدي ان انت تمسحيه بالشكل ده. هيتمسح معاكي ومش هتسيبلك اي علامة، عاملة زي الاستيكة بالظبط. بس اهم حاجة تبليها كده شوية مية وامسحي بيها الحيطة لو اولادك كاتبين عليها بالقلم الرصاص. تعالي بقى نشوف الفكره بتاعت الجنيهات، وهي الفكره الاخيره. ارمي الجنيهات في الفريزر قبل رمضان وهترتاحي جدا. الفكره دي اعمليها سواء كنت في رمضان او في اي شهر من شهور السنه. هتجيبي كده 2 جنيه وهتجيبي عندك اي كوبايه وتمليها تلج كده وتحطي عليها ال2 جنيه.
وبعد كده هتدخليها جوه التلاجة. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عايزه اقولك احنا طبعا في رمضان كلنا الحمد لله بنبتدي ان احنا نفرز ونشيل حاجات لرمضان، وممكن وارد ان انت تتعزمي في رمضان وتسيبي الشقه يومين او 3 او 4 وبتبقي مفرزه حاجات في الفريزر. انا حصلت معايا رمضان اللي قبل اللي فات، كنت عامله حاجات في الفريزر وللاسف سبت التلاجة 3 4 ايام، واتريت بقى التلاجة فصلت لمده يومين كاملين والحاجه اللي جواها باظت، وبعد كده رجعت تاني تعمل تلج وتكون تلج. طبعا انا رجعت بعدها لقيت الدنيا عادي، كل حاجه متجمده، ومخدتش بالي خالص ان التلاجة فصلت ليها يومين والحاجه دابت ورجعت تاني تجمد. عايزه اقول لك كنت بطلع الحاجه وانا زعلانه عليها جدا، علشان معظم الحاجه طعمها غير وباظت لان هي قعدت يومين كاملين كانت فاصله وانا ما كنتش اعرف. الحركه دي بقى لما تحطي ال2 جنيه كده في الكوبايه وتحطيهم كده جوه التلاجة هتعرفي التلاجة بتاعتك دي فصلت ولا لا. هتلاقي ال2 جنيه دي لو التلاجة فصلت هتلاقيها نزلوا لتحت والميه اتكونت تلج عليهم من فوق، يبقى تعرفي ان التلاجة بتاعتك فصلت ورجعت اشتغلت تاني بعد مده طويله. فساعتها بتاخدي بالك من الحاجات اللي انت مفرزاها وتبقي عارفه مثلا ان انت تاخدي بالك تشميها كويس وتعرفي ان هي باظت ولا لا، لان فعلا انا حصلت لي مشكله والحاجه باظت وكناها وما كناش نعرف وحصلت لنا كده حوار، بس الحمد لله الدنيا مشيت يعني. فمن ساعتها بقى بعمل حركه ال2 جنيه دي، حطها على طول في التلاجة علشان ابقى عارفة ان التلاجة بتاعتي سليمة لما فصلتش ورجعت الحاجة تجمد تاني وممكن تبوظ. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا الافكار عجبتكم والسلام عليكم.